ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ياسر من قناة مويا استوديو. النهاردة معانا تدريب جديد عبارة عن جزئين. أول جزء ازاي نستخدم سكريبت بيساعدنا كويس في ادوبي الستريتور، وبعد كده هناخد تطبيق عملي عليه ونصدره للفوتوشوب علشان نعمل تطبيق ادفانسد اكتر. هيدينا شكل حلو جدا، اتمنى يعجبكم. يلا مع بعض نبدأ ونشوف درس جديد. عملنا تو سيركلز وبعد كده عملنا عليهم الاتنين سيلكت. دخلنا من قائمة فايل على سكريبتس، من سكريبتس اخترنا ميتابول، وبعد كده عملنا البريفيو عشان نشرح مع بعض. دلوقتي زي ما انتم شايفين ميتابول احنا عاملينها على زاوية 90. نختار مع بعض القيمة اللي تناسبنا، بس انا شايف ان احسن حاجة تكون 90. هندوس اوكي. خلونا بقى نطبقها عملي. نعمل سيركل ونديها سايز، بعد كده اوبجكت ريبيت جريد، ونعمل كذا سيركل زي ما احنا عايزين ونختار زي ما احنا عايزين. بعد كده لما نخلص نجيبها في النص علشان الشكل. بعد كده اكسباند، بعد كده ندوس رايت كليك ريليز كليبنج ماسك، ندوس رايت كليك اون جروب ونشيل الرين بتاع الكليبنج ماسك. هندوس على اول تو سيركلز نعمل ما بينهم ميتابول افكت. بعد كده تاني تلات دواير، بعد كده تلات دواير تاني علشان لو عملت 4 زي ما هتشوفوا دلوقتي الدنيا هتبوظ، فبلاش نعمل 4، خلونا 2 بس أو بالكتير أوي 3. هنعمل دلوقتي 3 ميتابول وبعد كده 2. ونقدر نشوف دلوقتي نفس اللي احنا عملناه ده. هعمل له ابلاي بسرعة على باقي الدوائر. وبعد كده عملت لهم باث فايندر علشان اي لاينز جوه تتقفل ويبقى كلهم شيب واحد. بعد كده نروح مع بعض على الفوتوشوب ونقف على اللاير بتاعنا، ندوس دبل كليك بابل اند امباس. هنظبط الاعدادات بتاعتنا بالشكل المناسب لينا. بعد كده نختار اللون اللي احنا عايزينه. بعد كده من adjustment layers نخش على الجريدينت ماب ونختار الجريدينت ماب اللي احنا عايزينها او نعملها بنفسنا. دلوقتي اخترنا الجريدينت ماب اللي هنشتغل بيها. بعد كده نقف على اللاير بتاعنا وندخل قائمة فلتر بلور جوسين بلور ونعمل القيم بتاعتنا. نظبط زي ما احنا شايفين بريفيو عملناها كده بشكل ديستورتد. بعد كده نعمل كرييت نيو لاير ونقف عليه، نختار من قائمة edit fill 50% gray. بعد كده هنعمل add noise ونعمل النويز بتاعتنا ونخلي اللاير ستايل بتاعنا soft light، ونبدأ نحط التكست بتاعنا علشان ندي شكل نهائي. مثلا نكتب اسم الاستوديو. وبكده نكون خلصنا حلقتنا. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك كومنت سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اي فيديو جديد ننزله، ونشوفكم في حلقة جديدة. سلام.